سلام البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. إذا كان راكي حايرة واش ديري للفطور اليوم، هاد الوصفة ليك بزوج مكونات فقط. نعم، بزوج مكونات فقط لا غير، وفي وقفة ديريه اقتصادي بنين ويجي كريمي ما عندي ما نقولكم، وزيد ما يشدلكمش كامل الوقت. هذا كي تكوني حايرة، كي تكوني مغاولة مزروبة حبيتي حاجة بنينة ليه أنا ننصحك بهاد الوصفة. حنسحقوا فيها حبيبات تاع بطاطا ولا كريم فريش ليكيد. هنايا حبيبات تاع البطاطا تاعي غسلتهم وجيت نقطعهم بهاد الطريقة، نقطعوهم دي غوندال هكذا. أنا زربت لكم برك الفيديو تاعي هنايا. الكمية تاع البطاطا على حساب البلاطو تاعكم، يعني قسمة يطعموا البلاطو تاعكم. وهنا نوري لكم حبات تاع البطاطا هاملي كيفاش قطعتهم. نجيب طنجرة تاعي نحطهم فيها. انا قلت لكم البطاطا تاعي هنا راهي مغسولة هكذا، ونجيو نضيفو الماء. هنا قسما نغطيوها برك على خاطر هنا مش حنطيبوها طياب كامل، حندخلو لها برك طياب هكذا. قسما نغطيوها برك ونجيو نضيفو الملح باش ما طيبلناش صامتة هكذا. انا الملح تاعي ماشي مالح يا البنات، على بها راني ندير هكذا. بون انا هكا خلطت برك باش يذوب هذاك الملح، شعلت لها النار. وشوفوا هذه مهمة هذه النقطة والملاحظة، غير يبدا يغلي الماء تاعكم تحسبوا 7 دقائق وتطفيو لها. وكي راهي تغلي هنا البطاطا تاعكم غير روحوا عفوا غير شعلوا الفوغ تاعكم، على خاطر ماشي حاجة كاع اللي تطول. لو طون يشعل الفوغ تاعكم تلقاو جازو 7 دقائق مور ما بدات تغلي، تجيو تصفيوها هكا وتحطوها ديريكتومون في البلاطو هكذا. البنات ما تخلوهاش حتى تطيح. شوفوا انا مازالها هكذاك شاده روحها مالغري الطياب تخللها. لو كان تزيدوا على 7 دقائق صدقوني رايحه تتهرس كيما نقولوا هكذا، ولا تتكسر كي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هكذا نصفيها ونجي نحطها في البلاطو تاعي هكذاك وهي سخونه. نزيد نبهكم الحاجة، شوفوا هاد الطبق تقدروا ما طيبوش البطاطا، يعني تحطوا ديريكتومون البطاطا في الفوغ تاعكم هكداك خضرا مع لا كريم فريش وتحطوها في الفوغ، مي بصح تاخذ لكم بزاف وقت الطياب. انا يعني بالتجربة تاعي هاد الطريقة الهيلة كامل. من بعد نجيو نزيدوا لها الملح بيان سور. انا جو ملحنا هذاك الماء، ديروا في بالكم يعني باش ما طيبش صامتة برك، ماشي يعني تكون فيها الملح اللازم يعني للاكل. دونك نزيد لها هنايا الملح ونزيد لها شويه فلفل كحل وهي هكذاك سخونه باش هاد البطاطا تتشرب لنا. شوفوا نخلطوا لها خلطه خفيفه يمشي لنا هذاك الملح وهذاك الفلفل الكحل. ودوك كي نزيدوا لها هذيك لا كريم فريش رايحه تمشي يعني كامل هذوك لي زيبيس. ما تقلقوش روحكم. قلت لكم هذه تاع ليه حاجه خفيفه ظريفه. تحيري واش ديري، ماكش حابه توقفي بزاف في الكوزينه وتبداي تنقي في الخضره وديري. هذه حاجه اقتصاديه سهله روعه هكذا. نجيب لا كريم فريش تاعي ليكيد هكذا. أنا شوفوا يعني حطيت لكم الموس باش تشوفوا بلي راهي طايبة البطاطا تاعي هكذا. نفتح هاد لا كريم فريش، أنا دو بريفيرونس ديروا ليكيد هكذا، وما تزيدوا لها حتى إضافة. كي قلت لكم يعني بزوج مكونات ما كذبتش عليكم، البطاطا ولا كريم فريش برك، هذا ما كان. رايحة تجي شوفوا خفيفة كريموز، قد ما نقول لكم بنينة حتى تجربوها باش تفهموا واش راني نقول لكم هكذا. نجيو أنا فرغت هاد الكمية كامل فوق البلاطو تاعي هكذا. شوفوا نجي ميم تحوسوا زعما جو باش تدخلوا هذيك لا كريم فريش لداخل. شوفوا راهي هبطت كامل. علاش قلت لكم هادوك لي زيبيس يعني يمشيو لكم وتمتم تتشرب هاد البطاطا ديجا تبدا تشرب هاد النكهة تاع هاد لا كريم فريش باسكو ديجا راهي سخونة. فوالا أنا حاولت كي شفتها بلي هبطت كامل، حاولت زعما ندير طبقة هاكا من الفوق باش نغطيها شوية. تعرفوا كي تكوني جزائرية حاجة ما تروح هاكا تعرفوا. أنا هنايا زدت له شوية تاع الماء و
تعرفوا خلطت البواطة وجيت فرغته هكا ماشي حاجة 4 كاس. هذا ما كان وهاوليك البلا تاعنا واجد يروح للفوغ. تشعلوا له من التحت حتى يبدا يبقبق يشد روحو هكذا، ومن بعد تشعلوا له للفوق تحميره، وهاوليك الطبق تاعنا واجد. إذا ما كانش عندك لا كريم فريش بزاف هذه تدبيرة فقط. دي فوا نبعثو يشريو يجيبوا لنا هذيك البواطة الصغيرة هذيك ولا يعني ما تكفيش لا كونتيتي. ديروا باغ اكزومبل نص الكمية كريم فريش ونص الكمية حليب، تاني تعطيكم نتيجة مليحة. اللي يحب تزيد الفرماج من الفوق، اللي يحب تزيد لداخل، واللي يحب تاكومبانيها بكاش حاجة هذا يرجع ليكم، لكن هكذا صدقوني بنينة ما تنشبعش. نتمنى تجربوا الوصفة. خلوا لي تعليقاتكم واشتركوا في القناة لمزيد من التدابير والوصفات. سلام.